القضية الصحراوية اليوم أخذت بعدا آخرا. استطاعت الدبلوماسية الجزائرية وجبهة البوليساريو أن تعيد هذه القضية إلى الساحة، إلى المناقشات الدولية. لماذا؟ لأنه اليوم أنا حسيت، وممكن دكتورة سعيدة توافقني، أنه الآن أصبح القضية الصحراوية ضمن لعبة الكبار وضمن التجاذبات الدولية، في الوقت اللي كان المغرب يريد أن يستأثر بهذه القضية ويفرض أمر واقع من خلال التنازلات التي قدمها كما قالت الدكتورة سعيدة، لما هو الآن يجني ثمن التطبيع مع الكيان الصهيوني والتنسيق الغير مسبوق معه على المستوى الأمني. هذا ما أشرت إليه بالثمن الذي دفعه المصري، ولكن هذا الثمن سيبقى حبر على ورق، لأنه لن يغير ولا شيء على أرض الواقع، خاصة بعد سقوط أو بعد انتهاء فكرة وقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والحكومة المحتل المغربي. اليوم في أمر واقع على أرض الواقع تفرضه جبهة البوليساريو ويفرضه الشعب الصحراوي، اللي طلع في مظاهرات في كثير من عواصم العالم يندد بأي متاجرة بهذا الموقف أو بهذه القضية. إذن القضية الصحراوية أستاذي الفاضل عادت وبقوة على مستوى المشهد الدولي، على مستوى الأمم المتحدة، وهذا كله حراك الجزائر لعبت فيه دور كبير. قد تكون هذه المعركة هي واحدة من المعارك التي تحسب للدبلوماسية الجزائرية وللشعب الصحراوي، ولكن نحن ندفع في الأخير بأننا نخلي بين الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره، وهذا الذي يرعب المغرب ويرعب المقاربة المغربية التي هي مدعومة في الأخير من قوة هي كانت سبب في هذه الأزمة.